تقوم وحدات الحرس البحري في الآونة الأخيرة بتكثيف عمليات الرقابة وحماية سواحل التراب التونسي من عمليات اجتياز الحدود. فريق من الأخبار رافق إحدى هذه الوحدات في عملية تفقد بولاية بنزرت. حاليا على مستوى شاطئ دمنة مش نثبتوا من زوز مراكب صيد. دورية روتينية لوحدات الحرس البحرية رافقناها في عمليات تفقد بالمنطقة البحرية ببنزرت ضمن ما يعرف بإقليم الشمال لمراقبة الشريط الساحلي والتثبت من المراكب والزوارق. شاطئ دمنة واحد من النقاط السوداء حيث موطئ قدم عدد من المتطلعين للهجرة غير النظامية أو ما يعرف بالحرقة. النقاط السوداء اللي تتبع المنطقة البحرية بنزرت خاصة في شاطئ الدمنة وكذلك كاب سبيب وكذلك شاطئ الصخور وبعض الغابات اللي يحرقوا منها المجتازين ويقوموا بعملية الاختباء خاصة لاستغلال طبيعة الميدان اللي هو جبلي واللي فيه كثافة غابية اللي هو تصعب المراقبة نتاعو. وورينا توا كما لهنا اللي ثم تنسيق بين الوحدات البحرية والوحدات البرية. صورة ما ثم لا قدر ثم عملية نتاع اجتياز كان ما صارش عملية الإحباط نتاعهم وإيقافهم على السواحل يتم اعتراضهم من طرف الدوريات الأخرى البرية. تطور على مستوى عمليات ونوعية اجتياز الحدود قابله استباق وسرعة التدخل لفرق الحرس الوطنية. هذا ما يؤكده جبابلي على غرار ما صار مؤخرا في أحد شواطئ ولاية صفاقس. تقريبا في أسبوع في المنطقة البحرية ببنزرت إحباط 6 عمليات اجتياز الحدود البحرية خلص قرابة 100 مجتاز. الكلهم عائلات، كلهم توانسة، الكلهم عائلات، الكلهم نساء، معهم نساء حوامل قصر. لاحظنا اللي كونوا ثم ما عادش يخرجوا من النقاط السوداء اللي معروفه نتاع عمليه الاجتياز اللي تصعب فيها عمليه الملاحقه، واللي قاعدين يخرجوا من اماكن نتاع مصطفين كما صارت حتى في سواحل صفاقس. خرجوا من اماكن نتاع منتزه نتاع مصطفين خارجين قدام العباد مجتازين مهبطين. الكاميون هبطت شقف دخلوا بالمركب الحديدي دخلوا المجتازين حطوا، لكن تم احباط عمليه في ليلتها وتم تحديد هويه كذلك صاحب الشاحنه وتم ادراجه بالتفتيش. مداهمات ومتابعات وملاحقات تقوم بها وحدات الحرس الوطني للتصدي لعمليات اجتياز الحدود سواء في البحر أو على الأرض. والأرقام على ما يقول جبابلي كفيلة بالحديث عن حجم مجهودات الفرق الأمنية. في 10 أيام ثم 42 مركب حديدي اللي تم تصنيعه في المنازل وتم حجزه وتم بالتنسيق مع النيابة العمومية تم إتلافه. شوفوا نحن عدد العمليات المحبطة في 2019 380 عملية، في سنة 2022 2406. بالنسبة لعدد المجتازين في سنة 2022 38712 كي نقارنوهم بستة أشهر فقط نتاع 2023 من جانفي حتى جوان 2023 نلقاو تقريبا فوق ال 34200 معناها تاع 6 شهور قرابة نتاع عام كامل عام ناول. كما يؤكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني وجود شبكات إجرامية واصفا إياها بالمافيا تقوم بالتنسيق مع أطراف من بلد المنشأ من جنوب الصحراء وبلدان الجوار ومنظمين من تونس يقومون بعمليات الإيواء والتجميع والنقل للراغبين في اجتياز الحدود، وهو يشكل بذلك وفاقا إجراميا عابرا للأوطان. وقد تمت في الآونة الأخيرة الإطاحة بمنظمين ووسطاء جدد غير مكشوفين أمنيا تتعلق بهم عشرات مناشير التفتيش.